اسكت اسكت. عايز تكسب؟ اسكت. عايز تعرف السكوت بيكسب ازاي؟ تعال اقول لك. انا ايهاب انور، واهلا بيكم مع العراب. لايك والشير وتابعني. زمان كانت استراتيجيات البيع كلها قايمه على ان البياع هو اللي بيتكلم والعميل هو اللي بيسمع، وبعدين العميل يسأل، البياع يرد. البياع بيتكلم في المنتج بتاعه وسعره ومميزاته وليه انا مش غيري، والعميل بعد كده بيسأله على الحاجات اللي هو ما قالهالوش. وده كانت الاستراتيجيات اللي ماشية لحد ما حصل التطور التكنولوجي الرهيب اللي احنا فيه دلوقتي. بقت الحصول على المعلومة اسهل 1000 مرة من 25 سنة فاتت. دلوقتي حضرتك العميل يعرف عن منتجك اكتر بكتير ما انت تعرف عن المنتج بتاعك اصلا، وسائل عليه ودخل عمل سيرش عليه وعم قابل بياعين غيرك وسمع منهم كلهم، بس مفيش لسه حد طمنه، محدش جاوب على تساؤلاته. فهنا يظهر قيمة السكوت اللي بقى دلوقتي ترند. اي حد بيدي كورسات هيقول لك اسكت. طيب انا بسكت امتى؟ انا بسكت مرتين، مرة في اول البيع ومرة في الاخر.